شريف بدر الدين، صديق من أصدقائنا السيناريستات القريبين جدا. إحنا الاتنين كان لينا يعني ارتباط كبير بيه، ويعني هو في الحقيقة من الأسباب اللي خلتني أفكر في القعدة دي وفي الدردشة دي، وفكرة إن إحنا نتكلم عن الشغلانة والسيناريست بيعمل إيه وكده. هو لما يعني رحل عننا يعني قريب من حوالي سنة، حسيت إنه يعني جزء من مش هقول الدين، بس يعني حاجة مهمة ان احنا نعملها لشريف وغيره من اصدقائنا، انه الناس تعرف هما كانوا بيعملوا ايه. صح. الشغلانة دي كانوا شايفينها ازاي، حابين يعملوا ايه فيها وانجزوا ايه منها، وكان في طموحات ايه تانية، وطريقتهم في الشغل وطريقتهم في التعامل مع مهنة السيناريو يعني. انت يعني اشتغلت مع شريف 1 to 1 على مشاريع في الفترة الأخيرة، كان عندكم أكتر من مشروع مشترك، فقربت منه، قربت من طريقة تفكيره، وفهمت هو بيحب يدخل للحاجات منين وكده. كلمني عن تجربتك معاه في السنتين 3 اللي فاتوا. هو شريف الله يرحمه كان يعني بعيدا عن كمان فكرة انه كان سيناريست شاطر طبعا، انه هو كان يعني لو انت عايز تقول تعريف لفكرة الصح، شريف كان هو مثل حي للفكرة. هو على طول موجود، يعني احنا بنشتغل مع بعض على حاجة، مش بنشتغل مع بعض على حاجة، هو متواجد كل يوم. هو يعني فاهم في دايرة حياتك. شريف في مكالمة طويلة أو في مقابلة لازم تحصل وبتاع. فهو إنسانيا يعني الله يرحمه كان حاجة أحلى من الدنيا، أحلى من الدنيا يعني. فده إنسانيا. فبقينا أصحاب بسرعة جدا شديدة. وهي الفكرة كمان إنه انتوا قربتوا من بعض قوي في الرحلة بتاعت لوس أنجلوس. بتاعت لوس صح؟ أنجلوس. انتوا اللي هو كناش نعرف بعض خالص. البرنامج انتوا قبل البرنامج بتاع جامعة ساوث كاليفورنيا ده، انتوا ما كنتوش تعرفوا بعض. نعرف بعض اسماء بس. اه عمرو شريف كده عمرنا ما اتقابلنا اصلا خالص. وبعدين اللي حصل انه انا رايح السفاره، عارف زي الصعيدي في الجامعه الامريكيه كده. رايح السفاره عشان اخد الفيزا بتاعت السفريه دي، الكورس اللي احنا هنروح نحضره ده. فداخل الحرم بقى الامني والحاجات دي، وماشي بقى متحفز جدا. بعدين لقيت حد بيقول لي عمرو. فبلف لقيت سماع ابو خالق وشريف، ما اعرفهمش شكلا، او برضه ما كنتش تعرف سما ولا اعرف سما. اعرفها اسما كويس، بحب شغلها وبتاع، وبحب شغل شريف جدا، بس ما اعرفهمش شكلا ولا شخصيا. فلفيت فلقيت شريف مبتسم ابتسامته اللذيذه دي، وبيقول لي عمرو صح؟ قلت له قال لي انا شريف بدر الدين. قلت له اهلا ازيك شريف بتاع مش عارف. دخلنا المهم وسما وبتاع، دخلنا. فانا متوتر جدا، الانجليزي بتاعي بعفيتين 3. فاللي هو يا جماعه قالوا لي انت قال ليه احنا كده هم اللي مختارينك وهم اللي باعتين لك وهم اللي عايزينك، فانت يعني احنا راجعين بس اجراء روتيني، هناخد الفيزا ونمشي. فهدوني جدا الاثنين قوي يعني. ودخلت الفقره بتاعت الفيزا، خدت الفيزا وخرجت. تمام احنا تمام مسافرين بعد بكره، اسرع حاجه في الدنيا. فاللي هو لو كانت اترفضت ما كنتش اسافر. ايوه عدينا اللحظه دي وبتاع، وايه تليفونات بعض عشان نبقى نتقابل وبتاع وحاجات كده. ماشي تمام يلا يا جماعه، الناس لطيفه خالص وظراف وبتاع. في الطياره، طياره طويله جدا 12 ساعه باين. فتقابلنا في المطار عادي خلاص. فقاعدين جنب بعض احنا الثلاثه، رحله طويله جدا لازم كل شويه عايزين، احنا الاثنين مدخنين فمش عارفين ندخن طول الرحله. فاللي هو كل شويه عاملين نفرق انا وشريف. بس نزلنا من الطياره دي بعد مثلا 14 ساعه طيران. اصحاب جدا يا وائل. اتكلمنا بقى في 14 ساعه دول على كل حاجه، يعني بقى احلامك ومشاريعك وتفاصيلك، والمخرج الفلاني لما اشتغلت معاه عمل فيا ايه، والمسلسل الفلاني مش عارف حصل فيه ايه. فبقينا اصحاب جدا. نزلنا عند الجامعه، فهم البرنامج مقسم كل حد في مكان. اللي هو السكن. انت رحت وعارف. طبعا رحت قبلينا بسنه. انا كنت مع معتصم قبلينا بسنه بالظبط. فانا قالوا لي عمرو انت اوضه كذا مع حد من الانتاج اللي هينضم بعد اسبوعين للورشه. الورشه كانت تقريبا شهر ونص حاجه كده. فقلت له طيب يعني تمام. وشريف واقف جنبي بياخد مفتاح الاوضه برضه. شريف مع حد تاني جاي برضه من الانتاج من دوله تانية، خلاص دوله عربيه اخرى يعني.
فراح شريف قال لهم طب ما تقعدونا سوا يعني. يعني هو قاعد لوحده وانا قاعد لوحدي، واحنا الاثنين كنا في نفس الروم يعني هندرس سوا في في نفس الروم التطوير أنا وشريف يعني انا وشريف في الاوضه بتاعه التطوير واحده وبتاع. فقال لهم انا سوا احنا كده نشتغل مع بعض طول البتاع. عندك مانع؟ قلت له ما عنديش مانع خالص، بالعكس لما اقعد لوحدي اسبوعين ما بقولش مع حد وبتاع. فقعدنا في شقه واحده انا وهو، او يعني في اوضتين جنب بعض كده. فبس بقينا بقى اصحاب جدا، نتكلم في كل حاجه، بنشتغل سوا لان احنا بنشتغل على التطوير، انا على مسلسلي وهو على مسلسله. فكنا بنخلص الكلاس بتاع اليوم ونروح عندنا، انت عارف عندنا واجب لازم نقعد نعمله وبتاع كده. فاللي هو انا قاعد في اوضتي وهو قاعد في اوضته، فيا شريف اخر بتاع فيجي لي يقول لي ايه بتاع، واحنا الاثنين اصلا انت عارف انتوا دي مالكوش طقطان اصلا على القعده يعني القعده صعبه جدا. فيا شريف فيجي لي اقول له بقول لك الواد عايزه يقتل البتاع مش عارف اعمل ايه الكاركتر بتاعي، يقول لي طب ما تخليه يعمل، اقول له لا يا عم تعالى نعمل. فبسرعه كل واحد فينا بقى ليه دور في المشروع بتاع التاني من غير ما نقصد خالص. يعني يجي لي مره متاثر جدا عمر مش عارف البطل عندي المفروض اقول له ما تخليها تعمل، يقول ايه ده. فحصل يعني حصلت علاقه صحوبيه فظيعه، وقعدنا بقى شهر ونص. انتوا عملتوا يعني عملتوا اختصرتوا المسافات في الرحله كل السنين عدوا في ال 45 يوم دول تقريبا خلاص. وطبعا بقى اي اكل بقى مع بعض، ننزل نجيب الاكل نعمل بتاع وهو منظم جدا. وانتوا الاثنين بتدخنوا فلازم تخرجوا للشارع على الدكه بره عشان تدخلوا. عندنا لحظات كده اللي هو انت فين على الواتساب بتاع نفس البتاع، بس كل واحد فينا ايه فاهم مدي للتاني قاعد بيشتغل. انا هنزل ادخل، فكنا نبعت لبعض رسائل على الواتساب يلا ميعاد التدخين جه وبتاع فننزل، تعرف المكان كويس انت رحته، فبنمشي شويه وبعدين نخرج بره وبتاع. فهناك هو شريف في مرات سجاير كده حكى لي التفصيله بتاعت وفاة مراته دينا الله يرحمها. دينا الله يرحمها. ده كان الرحله دي كانت بعد وفاتها يمكن بسنه بالظبط. فانا فاكر ساعتها ان هو استرسل، وهو طبعا حكاي بيحكي حلو قوي، فانا شايف السيكونس كلها وشايف البتاع، وطبعا مشاعره بره خالص وبتاع. فاكر انا ساعتها قلت له انت واقف على رجلك ازاي؟ لانه الموقف يعني يهز كيان اي شخص في الحياه. وكانت لسه عاليه صغيره خالص. فقلت له قال لي كنتش هاجي، انا كان المفروض اجي السنه اللي فاتت مع وائل ومعتصم وصلاح وبتاع، وحصل انه اتاخرت السنه دي وبتاع. وهو حبيبي كان مجامل جدا وكان حقيقي قوي. فقال لي يمكن كل ده حصل عشان انا اشوفك وبتاع، فلذيذ يعني. هو صاحب بجد يعني رهيب يعني. بس وانا هناك بقى اكتشفت ان هو الشغل اللي عمله هو اقوى منه كمان بكتير يعني. هو طبعا قوي بكل حاجه، ما اقصدش ان الشغل وحش، ما اقصدش خالص، بس قصدي انه هو كمان اقوى كتير يعني. لسه ما خدش الحته اللي لازم ياخدها. صحيح. فقعدت ازق فيه شويه انه لا اتحرك وبتاع، وبدات اعرض عليه انه طب ما تيجي يلا سوا يعني، تعالى نلعب سوا الحاجات. فهو كمان مرحب جدا، كلها افكاره يعني. كل المشاريع اللي كنا نشتغل عليها انا وهو هي افكار شريف حقيقي مش افكاري يعني، كانتش افكاري انا يعني. هو طول الوقت كان بيبقى عنده افكار طول الوقت انت عارف انتوا عشتوا سوا فتره طويله. وافكار حلوه كلها حلوه، كاركترات ما اعرفش بيجيبها منين، مرعب يعني الله يرحمه. واسامي الاعمال رهيب. يعني رهيب. انا اكتر حاجه كانت مدهشه دايما بالنسبه لي في شريف اللي هو اسم العمل ومن جوه، وبيقوم جايب حاجه من بعيد خالص بس تلمس ويعمل لها حدوته جوه الباك ستوري بتاعت الشخصيات اللي احنا بنتعب قوي فيها. تلاقي يعني مثلا هبه رجل الغراب جت منين؟ رجل الغراب دي ايوه اللي هو عنده هو بقى خف الريشه يعني اللي هو مفيش عمل وصلت حق رؤية حق رؤية تحت الجلد تحت الجلد ده مشترك انا وهو طلعناه سوا في قعده فتلاقيه يعني. انا فاكر كان اوقات مشروع يعني بتاعي بس مش عارف الاقي له اسم، فاقول له في مشروع يعني القصه كذا كذا كذا، يقول لي مثلا اسميه نطه الانجليز. ليه؟ ايه نطه الانجليز؟ هي جات لك منين؟ جات لك منين؟ فيقول لي ما هو ممكن يبقى كذا. فدايما كان عنده حته الاختيار اسم كاتشي قوي ومناسب للموضوع جدا. كان مدهش لا كان جبار. والكاركترات رهيب عنده. الكاركترات طول الوقت عنده عالم
بتاعه خاص بيه جدا جدا يعني، الله يرحمه ويحسن اليه. بس فجربنا نشتغل على كذا حاجه، بس كنا بنقف دايما على عملتوا يعني تريتمنتس لكذا مشروع؟ ما كتبناش حلقات بمعنى كلمه الحلقات. المشاريع ما خدتش تطور في التسويق اكتر من كده، بس كان عندنا يعني طموحات لحاجات كتير كويسه، وان شاء الله الحاجات دي تطلع يا رب ان شاء الله باذن الله يعني. اتمنى طبعا ان شاء الله الحاجات تطلع. انا برضو كان يعني بيني وبينه مشاريع مشتركه انت ما وصلتش للاخر. اشتغلتوا سوا حاجه؟ اشتغلنا سوا كتير. لا حاجات عملت طبعا اشتغلتوا يعني انا اعرف بقى شريف من 2002. من زمان. يعني بدايه علاقتي بشريف اول حاجه كان كنت انا في مجله اسمها سينما اونلاين. طبعا كنا كانت مجله بتتوزع مع شريط فيديو. ايوه عارف، كانت بتتباع بشريط الصياعه الفيلم حلو يعني، لسه قريب. فاكر طبعا. واتعمل منها بتاع 10 اعداد 15 عدد كده. بس جه شريف وقت عايز يكتب في المجله. كان مخلص كليه تجاره وعايز يقدم في معهد سينما. ايوه. وفاكر كويس اول مقابله لينا كتب، قلت له طب يعني تحب تكتب عن ايه افلام؟ فكان في وقتها جانجز اوف نيويورك. فقلت له طيب اكتب عنه عن الفيلم. فكتب ريفيو، فلقيت كتابه في منتهى الجمال، لذيذ خالص. كتابه حلوه جدا جدا ومنظم ومحلل وكده جدا. فاللي هو فسالته بقى، عرفت بقى انت رايح فين، انت بتعمل ايه فده انا هقدم في معهد سينما وكذا. قلت له هتقدم ايه؟ فقال لي اخراج. اوكي. فقلت له ليه؟ طب يعني اشمعنى اخراج؟ ليه مش سيناريو؟ لانه الكتابه الحلوه حاجه نادره يعني. صح. وانت صح. اكيد عارف صح. وبتشوف انه ممكن يبقى في ناس عندها افكار حلوه، بس ان انت تعرف تعبر عن اللي في بالك ده بكتابه حلوه ومفهومه بحيث اي حد يقراها يعرف ايه اللي في دماغك. صح. ده اللي صعب. صح. فهو كان عنده الحته دي. وقلت له انت يعني خريج اللي هو كان بكالوريوس تجاره. ايوه. ففي المعهد فرصك هو 1 من 8. 1 أو 2 القسم بيبقى 8 طلبه. 7 ثانويه عامه، 7 ثانويه عامه، 1 خريج. 1 خريج عشان فقلت له هتراهن على الواحد ده في الاخراج. انت مش ضامن، مش هيخش، لكن هتراهن عليه في السيناريو. انت معاك حاجه. وما كنتش اعرف بقى هياخد بالنصيحه ولا لا. فبعدها مثلا بكام شهر قال انا قابلت في معهد قسم السيناريو. ومن وقتها بقينا بقى خلاص بقى موجود. عملنا المجلات اللي بعد كده، وبعدين كان دخلنا بقى في عالم سيمسون. هو عدى برضو طبعا. هو كتب كتير في عالم سيمسون. عارف. وبعدين كل السيت كومز تقريبا اشتغل معايا في العياده. وبعدين الباب في الباب كان اخذ مساحه اكبر. وبعدين بقى كان نفس الشركه اللي عملت الباب في الباب كان في مشروع بتاع هبه رجل الغراب. اللي هو اجلي بيتي، وعملوه هبه رجل الغراب. وشريف بقى هو اللي قام بيه. صح. لا انتوا عملتوا حاجه تاني بعديه؟ عملنا كتير احنا. لا يعني في حاجه في مسلسل مثلا باب الخلق. صح. لا راس الغول. باب الخلق محمد سليمان. انا فاكر مسلسل راس الغول ده كان المنتج ريمون مقار كلمني عليه في اخر 2015. وكان يعني ظروفه كانت غريبه شويه. هو في الاستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه. صح. عايز يعمل حاجه اكشن كوميدي. اوكي. عايز يعمل تركيبه اكشن حلو يغير. وكان في حد مديله سكريبت فيه التركيبه دي بس مش حلو. اوكي. فنفس قصه بقى ايه، تعالى اظبط لنا. فريمون مقار قال لي شوف كده ده ممكن يتعمل ازاي. فقلت لهم دلوقتي ده احنا رمضان الجاي اللي هو بعد المفروض نخش نصور بعد مش عارف 3 شهور. فقلت لهم طب اقرا يعني فقفلوا عليا باب الاوضه وقالوا لي دلوقتي ماشي دلوقتي قول لنا ريمون يعمل كده. فانا قريت. جميل، انا بحبه جدا. فانا قريت وحش يا جماعه. فاللي هو بعد هو يعني مش انا بس انت بتخلع فتح الباب اللي هو ايه الاخبار. السؤال بقى اللي هو ليه انتوا عايزين تعملوا ده ليه؟ صح.
فلانه ده وحش، معاك نجم زي محمود عبد العزيز ده في مشاكل 1 2 3 كده ليه؟ فهتعملوا ده ليه؟ فقالوا عشان العناصر الفلانيه. طب احنا العناصر دي ممكن نوفرها بس من قصه تانية. صح. فقالوا لي طيب يعني لو خلال اسبوع عرفت تجيب لنا قصه تانية، اسبوع قصه تانية يبقى مكتوب لها معالجه وكده فانا طبعا مستحيل لو اتشقلبت مش هعرف في اسبوع اجيب قصه واعمل لها معالجه. لان ممكن الاسبوع اللي هو اداهولك ده تبقى انت اوريدي مش في المود بتاع لا يعني لا عايز هو دلوقتي معاه 4 حلقات من المسلسل ده، فهو شايف حاجه حتى لو وحشه وحتى لو مش عاجباه بس حاجه مبنيه. صح. فانا محتاج اديله حاجه مبنيه برضو، فاللي هو اديله يعني لحمه يعني خد يعني عشان يطمن كمان ان انت تقدر تكمل في ال3 شهور دول، تقدر تطلع مسلسل يعني. فانا فاكر وقتها كنت انا ومحمد رجاء اخدين شقه في الرحاب صغيره خالص، استوديو كده عاملينها مكتب. ايوه عشان كان بيننا انا ورجاء شغل مشترك. فكلمت شريف وقلت له انا كنت عارف ان رجاء مشغول في حاجات سنتها، فكلمت شريف قلت له فاضي، الساعه كانت 11 بالليل، فاضي نتقابل دلوقتي؟ انا عايزك دلوقتي تعالى لي المكتب. هو كان عارف المكان. فاتقابلنا الساعه، جاي من المهندسين، نزلت من المهندسين على الرحاب، اتقابلنا الساعه 12. قلت له وضع دلوقتي كذا 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 كذا، ايه بقى وانا مش هعرف اعمل ده. فايه؟ قال لي لا نعمله. ايوه طبعا. متاكد؟ متاكد. طب ازاي؟ فعلا قعدنا اسبوع، طلعت القصه بتاعت مسلسل راس الغول دي مكتوبه في حوالي 25 صفحه. شريف صح؟ طبعا 100% طبعا راس الغول طبعا. لا هو اللي ضحك الاول كان الاسم عين العفريت، اللي هو اسم حلو برضه جدا. عين العفريت. وبعدين مش فاكر ليه مين اللي كان عنده مشكله مع الاسم، فشريف قال لهم طب هجيب اسم تاني، وجاب راس الغول. هو اللي جايب الاثنين. حلو قوي. وبعد كده عين العفريت ده بقى مشروع تاني انا وشريف كتبناه. اقول لك انتوا عندكم المشروع ده اصلا. عين العفريت. ايوه. فكانت يعني تجربة مدهشة. وكتبنا المسلسل كان صعب يعني، سسبنس اكشن كوميدي، مكتوب في تقريبا كتبناه في 3 شهور لرمضان. وهو كان بيحب يحضر التصوير. ايوه يعني هو او عكسي تماما خالص. فكل المشاكل بتاعه التصوير هو اللي والملاحظات اللي كانت عند يعني محمود عبد العزيز برضو يعني طبعا. استاذ طبعا. فعنده حاجات أكيد. عايز يصلحها، عايز كل الجانب ده هو يستحمل. شريف هو اللي استحمله، وكان يستحمل ويحبه ويتعامل معاه اللي هو عادي. وكان عنده دايما نظريه انه انا لو ما وقفتش على ايد الحاجات دي وهي بتتعمل في اللوكيشن شغلنا هيبوظ. هو عنده حق، بس انا ما بعرفش اعمل ده. ما هي دي طاقه. احنا ما بنقدرش نعمل ده عشان احنا مش قد دي شخصياتنا مش دي طاقه. هو كان عنده الطاقه دي. هو كان عنده ان هو يقعد في اللوكيشن ويشوف لو حد عنده مشكله انا اللي هعملها، انا اللي هحصلها، ما تمدش انت ايدك. المخرج ما يمدش ايده، انا اللي هعملها لك بنفسي عشان تبقى مظبوطه. فبعد راس الغول عملنا طلعت روحي. كان ايوه انا عمال افتكر طلعت روحي. صح، طلعت روحي كان مسلسل هو دروب ديفا الامريكاني، وعملنا منه الشكل المصري بتاعه. يعني هو شريف لما عمل كده في هبه رجل غراب عمل يعني اضاف للشغلانه الحته دي. طبعا الفورماتنج هو طبعا ان هو كان دايما يتشاور على انه شريف عرف يعملها. كان طبعا بيتجاب في حاجات كتير شبه كده، ودي كانت عامله له ازمه شويه. صح ان انا كل ما تيجي تعملوا فورمات هتجيبوني انا. ايوه ما انا عندي حاجات، هو كان عنده افكار طول الوقت، عنده افكار، فهو حرام يعني كان عامل كده. صحيح. لانه وكمان لما عملت طلعت روحي عملتوها حلو برضه انتوا الاثنين. فاللي هو بقى خلاص هو كان عنده يعني كتير من مشاكل الفورماتنج عندنا ان احنا بننقل. ايوه يعني في كتير ممكن يستسهلوا. الاستسهال في الحقيقه مش بيبقى من السيناريست بس، لا ممكن يبقى من المنتج نفسه، من الصناعه، اللي هو يقول لك اهو ما هو موجود اهو السكريبت موجود. ما هو سهل، هو يا جماعه اشتريناه كمان. واشتريناه ويلا نستعمله. فانه يبقى في اخلاص في ان انا اخد الشخصيات دي عندي واعمل لها العالم بتاعها عندي، واشوف محتاج ايه، واللي هاخده من الامريكاني هو البلوت ده او الفريم ده او كده. فهو كان شريف عنده الحب ده للموضوع والاخلاص للدرجه دي جدا. فبتطلع الحاجات مصري.
يعني طلعت روحي في الاخر لو انت ما تعرفش الامريكاني بتاعه، هو مسلسل او مفترق طرق في الاخر لو انت ما تعرفش صح. الامريكاني بتاعه، كان صح. شريف معايا فيه برضه، صح. فهتلاقيه مصري تماما، اللي هو هنخلق شخصيه جديده مش موجوده في الاصل عشان ندي الطابع بتاعنا، او هنشيل كمان روحي الألقاب. ككاتب مش بنقل، انا مش جانقل يعني. وجايبين شريف وائل ليه؟ ايوه بالظبط. الله يرحمه. فلا كانت رحله يعني مليانه حاجات ومليانه تفاصيل، وكان عنده دايما الإحساس بتاع ألف ليلة وليلة. هو كان بيعشق ألف ليلة وليلة كطريقة حكي. مظبوط. وحتى أنا فاكر يمكن البروجكت اللي كان رايح هو ده اللي كنت هقول لك مني عليه دلوقتي. كان خطير. كان ولاد حارتنا بطريقة ألف ليلة وليلة. بتعشق في شهرزاد وشهريار. يعني هو واخد العلاقة اللي بين شهريار وشهرزاد ومدخل عليها ولاد حارتنا بتاعت نجيب محفوظ على ولاد حارتنا. فكان عامل حاجة فاللي هو في الإحساس الأسطوري ده، وإنه إزاي حتى لما كان بيكتب التريتمنت، ودي حاجة كنا بنختلف فيها دايما. وانا كمان برضه وانا كمان كنت بختلف. كتابة شريف بدر الدين للتريتمنت كأنه بيكتب رواية، كأن التريتمنت بيكتب رواية بإخلاص. يعني كأن التريتمنت دي هتتنشر بكرة والناس هتقراها. ده حقيقي. فاللي هو بسرعة يا وائل، يعني اختيار الألفاظ كتبت ازاي كل ده باللذاذة دي في الوقت ده، في الوقت ده يا ابني. واللي هو الموضوع مش مستاهل، يعني اللي هو من وجهة نظري التريتمنت عايزة لغة مباشرة وثقافية عشان يعني انت ممكن في حد يقرا ده ما يفهموش يا شيء، هو في الغالب مش هيفهمه لانه عميق وفلسفي وكده. بس هو لا، انا بستمتع، انا بتبسط لما بكتبها بالطريقه دي. صح. فلدرجه انه فاكر مشروع من الحاجات اللي عملناها اللي هو عين العفريت بقى، اللي هو لما خدنا الاسم وعملنا مشروع تاني وده اتكتب بالكامل وما تنفذش. اتكتب كله. اتكتب 8 حلقات، ومشروع 8 حلقات كان حلو. مكتوب على اساس انه يبقى لبلاتفورم يعني. خلصناه في 2021 ولظروف انتاجيه اتنقل من شركه لشركه، والشركه التانية ما عرفتش تتحرك بيه، فهو مازال يعني مركون يعني. فعين العفريت ده يعني شريف في وقت كده قال لي طب ما تيجي ننزله في كتاب، الحلقات تنزل في كتاب. هو مقتنع انه وهو فعلا ينفع يجيب يعني ينفع او ممكن يبقى كوميكس مثلا، لان هو كان في عالم سحري كده وعيال صغيره ومغامره واحساس المغامرين الخمسه وكده، فممكن يبقى كوميكس فعلا. وجهه نظر يعني. فهو بس انت يعني كنت هتميل اكتر للحلقات اكيد طبعا. يعني فانا اللي هو كنت بقول له اصبر يمكن ربنا يسهل. بس انت صح يعني. برضو يعني انت صح. لا ان شاء الله يتعمل يا رب يا رب. لا في مشاريع كتير لشريف معلقه. هو مثلا اخر مشروع ده تحت الجلد ده هو احنا كان في بينا اللي هو ايه، ما تيجي نشرب قهوه في اي حته، وانا الناحيه دي وهو الناحيه دي. بس كنت بحس طول الوقت ما تفهمش ايه يعني انه ما ينفعش شريف يقول لي تعالى وما اروحش، عارف الاحساس ده. وانا ما ينفعش اقول له طب ما تجيلي انت، وهو كان بيجي وانا عارف، انا عارف مشاغله لان هو كان اب وام وكل حاجه، وهو عارف ان انا يعني هو ده الوقت اللي انا بقعد فيه اكتب واشتغل وبتاع، فاللي هو مش هينفع اسيب الدنيا واعدي يعني القاره دي كلها الناحيه الثانيه. هو في التجمع وانت في زايد. فاللي هو احنا هنتعب قوي على ما نقابل بعض وبتاع. بس كنت دايما القعده دي انا عمري ما هنساها، لان هي تقريبا كانت من اخر قعدتين قعدناهم. هو في حاجه، هو ما بيقولش، هو في حاجه، وهو زي ما قلت لك هو صاحب قوي، فدايما يسالك انت عامل ايه. ايوه. هتقعد انت تحكي وتقول بقى واتخانقت وعملت ومش عارف ايه وقدمت مشروع كذا وحصل لي كذا، وهو دايما عنده ردود ويحتويك جدا وحاجات كده. بس انا حسوك في حاجه مش عايز يقول حاجه. فقلت له شريف انت جايبني من اخر الدنيا عشان تسمع مشاكلي؟ ما انا كل يوم بقولها لك في التليفون. مالك؟ قال لي في فكره كده. انتوا دي يا اخي انت يعني الساعه 3 الصبح واحنا قاعدين مع بعض من الساعه 10 فاهم، وما قالش حاجه وبتاع. هو من كتر ما هو مهذب يعني مش عارف يقطعني، فحكى لي حاجه بديعه والله العظيم، حاجه بديعه تحت الجلد دي، بديعه يعني درجه مغريه يعني. انا في العادي ما بعملش كده، بس لقيت نفسي بقول له ايه، مين هيكتب معاك المسلسل ده؟ قال لي امال انا جايبك ليه؟ قلت له ايه ده فعلا؟ قال لي قلت له جدا يلا انا معاك، ده مشروع شبهي. خطير. علاقه لذيذه و4 شخصيات كده في بينهم صراع، حدوته حلوه حلاوه، يا رب تتعمل يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بس هو يعني
على سيرة يعني الوقت بتاعه وان هو بابا وماما وكده، انا شفت الحدوته الصعبه دي من اولها. يعني انا كنت اعرف شريف ودينا لوحدهم. دينا كانت في شركه الكارما، انا عارف. وشريف كان كاتب بيتعامل مع شركه الكارما. فانا شفت لما ارتبطوا ببعض حصل وبعدين الخطوبه، وبعدين كان جوازهم في كان المفروض الفرح يوم 25 يناير 2011 يعني ف... وبعدين بقى لبنى وليلى وكده. وبعدين المفاجأة طبعا انه دينا الله يرحمها توفت فجأة يعني. هو شريف اختلف كمان يعني طبعا. هو بعد الحادثة دي هو اختلف جامد. انا ما عرفتوش قبليها، بس قصدي ان هو بيحكي لي ما قبل دينا هو كان حاجة طبعا بعد دينا طبعا بقى حاجة تانية. يعني انا ممكن اشوف الفرق انه هو كان اللي هو ايه، دلوع، بلايفول جدا، بيحب يعني اللي هو يستمتع بالوقت، وكان مطمن انه في حد بيشيل. ايوه، اتفاجئ انه شيل وشيل كل حاجه، وشيل بقى يعني مش بس تفاصيل البيت، لا، والبنات اللي في اولى ابتدائي التوأم اللي هم مفيش ماما يعني، وفي بنوته لسه عندها شهرين عاليه صعبه جدا. ومساله انه لحد اخر لحظه فكره انه يعني طبعا من بعد سنه او سنه ونص بدأت الناس تتكلموا على انه طب ما تتجوز تاني. ايوه طبعا، يعني كلنا ده اوبشن يعني لا منطقي، اوبشن منطقي عشان تعرف تلاقي يعني طريقة تعيش بيها حياتك. لكن هو لا، ما اولا طبعا نفسيا هو فضل مرتبط بدينا لحد اخر لحظة، حتى اخر ثانية، لحد اخر لحظة. وما عندوش استعداد كمان من ناحية البنات ان هو يحسسهم بدروب او حاجة زي كده. فاللي هو يعني هبقى بابا وماما. فاللي هو يعني انا ممكن بقى قاعد بشتغل بقى على عين العفريت مثلا ولا مفترق طرق، فيقول له معلش بس عشان جروب الماميز يا حبيبي هو كان فعلا عامل كده. إيه؟ ده حقيقي فلازم او لبنى في المدرسه اتصلوا بيه عشان سخنت، فبدي اروحها بدري مش اروح اجيبها. أيوة. فاللي هو احنا ماما جدا قوي وذاكر معاهم وبتاع، وبعدين بقى ايه بعد الساعه 9 بالليل يبدا بقى يشتغل بالظبط. يبدا يشوف بقى حياته كسيناريست. ايوه تبدا بعد وكان بقى هو يعني كان مميز قوي في الحته دي، ان انا مش هضيع بقى الوقت ده خالص. كان فعلا من الساعه 9 لحد تاني يوم الصبح طول الوقت عايز يبقى في وسطينا وحوالينا، وعايز يقابلنا ويقعد معانا ويقعد يكتب وبتاع. فكان يعني كان عارف ينظمها، كان عارف يعمل ده كويس. الله يرحمه. الله يرحمه. وكان من اشطر الناس في اداره فريق الكتاب. يعني تسمع كده الفريق الكبير يعني عنده دايما قدرة على احتواء الفريق وحتى لو ناس جداد خالص فريش خالص، هو اللي هو يعني هي وحشة، الحاجة وحشة بس انت حلو. لذيذ يعني يعرف يطبطب على بني آدم الكاتب ويحتويه تماما جدا، وفي كل مشروع يعرف يجيب الناس المناسبة ليه. دي شطارة تانية. يعني دي شطارة تانية. واخر يعني اخر موقف اللي هو قبل ما يمشي هو مفترق طرق، اخر شغل ليه اتعرض كان تقريبا في يونيو اللي فات، يعني يونيو 2024، وقبل الوفاة بشهر تقريبا. هو ما شافوش كله يعني. هو المسلسل كان بيتعرض المسلسل كان بيتعرض لما هو توفى. اول ما بدأ العرض كان في مشكلة ليها علاقة بأسامي فريق كتابة على التترات حصل. وبعد الحلقة الأولى نزلت في صدمة، الأسامي الولاد مش موجودة، والولاد كمان زعلوا يعني اتأثروا وزعلوا. وأنا وهو مش عارفين نعمل إيه. فهو راح باعت إيميل خناقة للشركة والشركة التانية، وموضوع كان بالنسبة له يعني لحد الموضوع ما اتحل. لحد ما اتحل زي ما هو عايز. واتحل في الآخر وادى للناس الكريدت بتاعهم على الهوا قدام الناس كلها. بالظبط. الله يرحمه يعني. الله يرحمه يحسن إليه. دايما سيرته حاضرة. طبعا. وانا متاكد ان الشغل بتاعه يعني هيتعمل يعني. يا رب. يعني انت بينك وبينه مشروعين 3، وانا في بيني وبينه 4-5 مشاريع يمكن ما تعملوش، وفي غيرنا يعني، او في غيرها بره يعني فهو يعني مع مخرجين ومع ناس اصحابنا بالظبط. فيعني
مع كل الحاجات اللي هو عملها، وهو عمل كتير بس في مخزون في مخزون لسه الباقي مخزون لسه هيطلع ان شاء الله، وهيطلع باذن الله باذن الله ان شاء الله. شكرا يا عمرو. انا من الاسباب اللي خلتني افكر في فكره البودكاست ده انه اصدقائنا اللي مشيوا في وقت رحلتنا يعني بحس انه الناس مش عارفه هم كانوا بيعملوا ايه بالظبط. فنادين كانت من الاسامي اللي يعني خلوا بينا يعني ومشيوا. وانا علاقتي بنادين ما كانتش قويه قوي. انا عرفت نادين على 3 مراحل. اول مرحله كانت بتكتب في الفن السابع، وانا كنت بحب اقرا لها جدا. ما اعرفش لا قد هي سنها ايه ولا شكلها ايه ولا حاجه. انا كنت بقرا، كانت يمكن عامله سلسله كده حوارات مع مخرجين عن اداره الممثل. كانت حاجه يعني بالنسبه لي كانت جميله جدا في اخر التسعينات الكلام ده. وبعدين في وقت كنت بحاول اشتغل في الفن السابع، فحضرت ميتنج محمود الكردوسي الله يرحمه اللي كان رئيس تحرير، قال لي طب تعالى احضر معانا ميتنج. كانت هي موجودة فيه وعصام زكريا الصديق يعني العزيز. وكان أول مرة أشوفها. كانوا بيتناقشوا في حاجات، فاتفاجئت إن هي يعني ممكن تكون أصغر مني. فاللي هو إيه ده يعني في ثقافة سينمائية رهيبة يعني. وبعدين 10 سنين بقى بعدها، تقريبا 10 سنين أو 11 سنة، لما كان مشروع القاهرة، قاهرة محفوظ صح. كان مشروع عندك، وكان كل واحد من الفريق هيكتب 5 حلقات عن رواية لنجيب محفوظ. فهي كانت معانا في البروجكت ده برضو. كانت قعدتين 3 كده، ثم موجة حر فبعدها ب3 سنين أو سنتين. فأنا علاقتي بيها كانت على الفترات المتباعدة دي. بس كان بالنسبة لي يعني دايما في كل مرة بشوف اللي هو knowledge ليها علاقة بالسينما عموما أو بالكتابة. كانت بتبقى شيء مبهر يعني بالنسبة لي، وخصوصا في رسم الشخصيات. فاكر كويس قوي في موجة حارة كانت هي اللي بتكتب الخط بتاع خالد سليم ودرة، وقد ايه كانت فاهمة حساسية العلاقة دي والكاركترين دول. انت بقى صديقة عمر ليها يعني. انت انا ما كنتش عارف ان هي دفعتك في المعهد، يعني عرفت المعلومة دي النهارده. فانت بقى تقدري تحكي لنا اكتر عن نادين شمس كسيناريست ايه يعني. احنا انا ونادين فعلا دفعه واحده. انت تعرفتي عليها في المعهد سنه اولى معهد، واظن هي جات لنا في تانية. انا برضو ذاكرتي مش احسن حاجه، بس في المعهد اظن لا هي كانت في اولى اوريدي وعادت اولى معانا حاجه كده. وكان بالنسبه لي شخص مثقف جدا زي ما انت بتقول، حيويه جدا، وافكارها طول الوقت بره الصندوق. يعني هي نادين كانت حرة جدا، فهي حرة في تفكيرها وفي خيالها وفي كل حاجة. وكنت بحس كده ان هي كانت دايما، كان دفعتنا برضو هيثم الخميسي، فهي كانت بتتعامل معانا وهيثم عشان اصغر 2 في الدفعة، احنا اللي مش جايين مخلصين جامعة قبل كده، على اننا يعني ولادها متبنيانا. وقت المعهد كنا زملاء وقريبين، بس ما كناش اصحاب قوي يعني. بقينا فعلا اصحاب بعد المعهد لاننا بنتحرك في نفس الدوائر، واحنا الاتنين عندنا كده مشدودين للسينما المستقلة وعايزين نلعب ونجرب، فبنقعد يعني في نفس الدوائر. واعتقد ان ده اللي ممكن يكون خلانا بقينا اصحاب، ان احنا دارسين في المعهد، بس احنا مش عارفين ندخل السوق من بابه المعتاد. يعني احنا الاتنين عايزين نعمل حاجات تانية.
فبقينا اصحاب وعمالين، وقعدنا بقى طول الوقت انا وهي عندنا مشاريع عايزين نعمل كذا، طب ما تيجي نعمل كذا، طب ما تيجي نجرب كذا، طول الوقت بقى على مدار السنين طول الوقت بنفكر في حاجات وكده ما بنعملهاش. بس عارف اللي هو الاستمتاع بالرحله، احنا مستمتعين ان احنا بنلعب. اوكي. ودي كان حاجه ظريفه في نادين، انا كنت بحبها جدا الحكايه دي، ان هي مستعده تلعب، مش فكره انه هنوصل لايه امتى او هنخلصه ازاي. يعني يلا نلعب وبعدين نشوف، لان ساعات بيبقى في فكره انه لو ده مش هيوصلنا لحته انت بتوقف، مش هنلعب. فكنا في الحته دي عندنا البوند ده، ان احنا بنجرب وكده. وبعدين اشتغلنا مع بعض مع عزة شلبي في المسلسل الاولاني ده قبل ما انا انسحب، وبعدين موجة حرة سوري، وبعدين شمع الاحمر، وبعديها وفي بالشمع الاحمر كان الفكره ان احنا نشتغل على الطب الشرعي وكده، دي فكره نادين. اوكي. هي كانت بتتفرج كتير وعندها افكار وكده، يعني هي اللي قالت طب ما تيجوا نعمل كذا. ف عملنا بالشمع الاحمر، وكانت التجربه دي بقى قربنا من بعض فيها جدا، لان كنا بنتقابل لمده شهور كل يوم. ثم موجة حرة، ثم بعد كده بقى حصلت الوفاة. وكنا قبل الوفاة بشوية بقيت عرفت على جوزها، وبقينا يعني دكتور نبيل القط، بقينا كده أصدقاء. فصداقتي بقى بدكتور نبيل مكملة حتى هذه اللحظة، يعني احنا الاتنين كملنا الصداقة دي. ودايما في فكرة انه في مجموعة من الأصدقاء كده هم يعني اتكونوا وتشكلوا على ذكرى نادين. انت كنت عملتي مؤسسة نادين شمس، وفي وقت كنت بتعملي مسابقة للأفلام القصيرة للسكريبت رايترز، ما زالت مستمرة؟ لا، المؤسسة اتعملت، مجموعة الأصدقاء دول عملنا المؤسسة، مش أنا اللي عملتها، كانت فكرة طلعت بعد الوفاة وعملناها، وانت كنت جزء من في وقت من الأوقات كنت معانا، يعني كلمنا كل اللي ممكن يهتموا. وعملنا المسابقة أظن 2 أو 3 سنين أظن. والحقيقة ان جالنا يعني افلام كتير، وفي ناس طلعت على فكرة بعد المسابقة بقوا سيناريستات بعد كده، الناس اخدت جوائز. بس للأسف ما عرفناش نكمل. جايز انا وقتها ما كنتش لسه عندي الخبرة الكافية في اللوجيستكس، ولا عندي فريق اقدر اسند عليه عشان الموضوع يكمل. واحنا في المجموعة عدد السيناريستات فيها ما كانش كبير، يعني كان في صحفيين، دكاترة، أصدقاء نبيل، أصدقائها، بس اللي ليهم جوه الشغلانة احنا كنا قليلين. فما عرفتش ساعتها الاقي صيغة انه ده يكمل. جايز لو كنا دلوقتي كنت اعرف، يعني دلوقتي اقدر اعمل النوع ده من حاجة، بس وقتها ما عرفتش. طب انت شغلك معاها خصوصا في المشاريع المشتركة يعني ليها ميثودز كانت في كتابة السيناريو، ليها حاجة بتاعة نادين اتعلمتيها منها؟ بحس كده ان كل واحد فينا بيبقى له مدخل في التعامل مع الشغل، طريقة بيشوف بيها الأشياء، بيتعامل بيها مع لو نص روائي هيدخل له من حتة معينة أو كده. هي يعني أنا بحس إن أكتر حاجة ممكن أكون اتعلمت واستمتعت فيها مع البرين ستورمينج. اوكي. التفكير مع نادين بروسس جميل، لانها بتسمع، بتتبنى اللي انت بتقوله وتبني عليه، او العكس حتى لما بنختلف. ونادين كانت شديد، يعني بنختلف كتير لان هي عندها طريقة مخصوصة قوي في رؤيتها للامور، ومع ذلك بتعرف توصل معاك لحاجة. وفي رأيي ان ده كان مهم جدا، يعني كمان فكرة الحرية دي في الافكار اللي بتطلع على الترابيزة، وانه مش لازم، عارف ساعات وانت في برين ستورمينج ممكن تخاف تقول الفكرة عشان رد فعل اللي قدامك عليها هيبقى عامل ازاي. طبعا.
هي حبيبتي كانت متخلصه من ده تماما. واعتقد انها ممكن دي الحاجه اللي اكون اتعلمتها منها. صح 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 جدا. يعني انت دلوقتي وانت بتتكلمي عن ده، انا فاكر كويس القعدات الاولانيه في موجه حاره، فكره انه يلا يعني نرمي 10 كور وواحده بس اللي تصيب يعني، بس بالزبط. هي كان فعلا عندها ده جدا، وده بيحرك كل الادمغه اللي معاها يعني. وبيحسس الكل بالامان، لان لو هي عندها الحريه دي والاريحيه في انها تقول افكار حتى لو نصها وحش، او هي عارفه انه هيتقال لها لا بس هتقولها برضه، محدش تاني هيتكسف، محدش تاني يعني هيحس انه لا اخاف اقول او كده. بالظبط. طيب هل كان ليها شغل قيد الكتابة أو التنفيذ أو مشروع كان نفسها تعمله وما كملش أو كده، يعني بحكم قربك منها عارفة إذا كان في حاجات كده؟ يعني أنا فاكر الفيلم اللي مع تامر عزت ده خلص بعد ما هي مش، فهل كان في حاجات زي كده؟ مش قادرة افتكر قوي، بس اكيد كان فيه، لان نادين كانت شخص عنده احلام طول الوقت ومشاريع طول الوقت، فانا اكيد كان فيه. اللي انا عارفه ان انا وهي ونجلاء كنا عايزين نعمل حاجة مع بعض بعدها. يعني كنا بنشوف ازاي ممكن، وفي وقت من الاوقات على فكرة كان مطروح ان احنا الثلاثة نعمل ورشة في لحظة من اللحظات، بس كان كل واحد شايفها بطريقة مختلفة، فما عرفناش نوصل لحاجة. بس اتصور ان حتى يعني لو ما كانش حصل الوفاة، انا اعتقد انه نادين كانت هنظل بنشتغل مع بعض زي ما عرفنا نكمل انا ونجلاء، او زي ما احنا الاثنين انا وانت عرفنا نشتغل مع بعض. يعني كانت من الناس اللي هبقى حاسه ان لا احنا بنعرف نعمل حاجات حلوه مع بعض، فاهمين بعض وعارفين. طيب أنا يعني عايز أنتقل بالكلام عن صديقنا تامر عبد الحميد. صديقنا تامر عبد الحميد أنت كنت يعني من أقرب الناس لي إنسانيا طبعا وكأصدقاء يعني، وكمان اشتغلت معاه كتير كسيناريست. أنا تامر يعني علاقتي بيه كانت مهنية أكتر أغلب الوقت، وكان بالنسبة لي هو السيناريست الجوكر، يعني اللي هو أي مشروع فيه أي مشكلة، في ناس عطلانة عايزة حد يكتب بسرعة وبالحد الأدنى من الجودة، فاللي هو روحوا لتامر. بس أنت أقرب ليه في فكره وفي طريقته لأن أنتوا اشتغلتوا سوا 1 to 1 أو اشتغلتوا على مشاريع مع بعض، أو حتى في حلقات السيت كومز وكده كنتوا بتكتبوا سوا كتير. يعني فكرة ان انتوا بتكتبوا كدويتو يعني. فهو كان شايف كتابة السيناريو ازاي؟ يعني كان بالنسبة له، لانه تامر كمان كان متعدد الرغبات الفنية. أيوه. يعني كان عايز يمثل وعايز يخرج وعايز يكتب شعر وكده. كنا بنقول له كنا اصلك الجمباز يعني عملت كل حاجة. فهو كسيناريست انت كنت بتشوفه ازاي لما كنتوا بتشتغلوا مع بعض؟ كنتوا بتقسموها ازاي مثلا؟ هو بص، هو تامر الله يرحمه يعني عنده مرونة جامدة جدا في ان هو يستوعب الافكار ويقدر يركب على اللي انت عاوز تعمله بسرعة جدا. فدي كانت حاجة بالنسبة لي مفيدة جدا. وفي نفس الوقت هو عنده ثقافة كبيرة جدا من المشاهدات وبشوف كل حاجة، وما عندوش مشكلة ان هو يلا نعمل اي حاجة. فده كان حاجة بتريحني جدا في الكتابة انا وهو، وكنا بحس ان احنا على موجة واحدة كده واحنا بنكتب. يعني مثلا ممكن اقول افيه او افرش فهو يروح رازع الافيه على طول، او هو يفرش فيروح رازع الافيه. فاحنا الدنيا كانت راكبة معانا تمام يعني، انا هو الله يرحمه يعني. فده كان مريح جدا بالنسبة لي. وانا اقول لك حاجة، انا ساعات بزعل من نفسي شوية، لان انا كنت بحبطه جدا في مجال التمثيل. في التمثيل هو اصلا شايف نفسه ان هو ممثل ودخل الكتابه كده. وانا دايما بقول له يا ابني انت ما بتعرفش تمثل. فكان بيتغاظ جدا وبيتضايق جدا. بقول له يا تامر انت مؤلف جامد، ما تشتتش نفسك، ركز في التاليف،
وهو كان في دماغه الحلم التمثيل. يعني هو عاوز يمثل وكتب. يعني انا كنت شايف ان هو يعني انا كنت بقول له ركز لانه في طاقه مهدره. يعني هو كان بيبقى فيه مثلا ايه، عايز ينتج فيلم قصير وعايز يعمل ستاند اب كوميدي وعايز يمثل وعايز بتاع وفي حاجات يعني لو ركز فيها. انا فاكر في مره من زمان، يمكن من اكتر من يمكن في 2010 او 2009 قراني مسلسل اسمه ملاك الموت. كان كاتبه هو واظن ياسر نعيم. حاجه بقى يعني احنا كنا طول الوقت بنشتغل مع بعض سيت كومز، فلا ده مسلسل جد. كان ساسبنس ثريلر وفي كانه مود شويه سوبر هيرو بس بطبيعه مصريه يعني وبتاع. فخضيت لما قريته، كان حلو فعلا. وقعدت اترجاه انه ركز بقى في ده. فتفتكر يعني انت كنت اقرب ليه في التنقل ما بين المشاريع وبعضها؟ هل هو كان عنده حلم معين كسيناريست ولا احلامه كانت بعيده عن ده؟ هو يعني بص، هو تامر انا كنت بحس ساعات ان هو بيشتغل سيناريست عشان دي الحاجه دلوقتي اللي ممكن تفتح البيت. يعني فاهم اللي هو انا بعرف اعمل ده دلوقتي، اللي هو كاني بعرف اسوق عربيات. أيوة. هشتغل سواق طول الوقت، هشتغل سواق اجيب فلوس من السواقه لحد ما اعمل اللي انا عايزه طول الوقت. تامر ده كان موصلني ده من الشعور ده. انت فعلا صح في ده. وتامر كمان مشترك معايا في الكوميكس. وده كان بيكتب كوميكس زيي وبيحب الكوميكس زيي جدا برضو. فده كان مشترك بيننا دايما. يعني اي حد في سوق الكوميكس هاتوا تامر او هاتوا محمد. يعني فاهم ازاي؟ تامر مش فاضي طب هاتوا محمد مش فاضي طب هاتوا تامر. يعني دايما احنا كده، انا هو مع بعض دايما، او يلا نعملها مع بعض وهكذا. بس هو فعلا هو كان بيعمل كل حاجه في وقت واحد. يعني كان بيعمل حاجات كتيره جدا، ودي كانت حاجه بقول له يعني حاول تركز. وفعلا كان بيتعامل كده. يعني انا فاكر انا هو كان عامل مع بعض زي الرئيس. ايوه. فحصلت ان احنا بدانا نعمل مع بعض المسلسل. ما كانش اصلا اسمه زي الرئيس، كان اسمه حاجه ثانيه الاول. فلما بدانا نشتغل انا وهو وكانت حصلت تعديلات كتيره من الجهه الانتاجيه وبدا هو نشتغل. بدات انا مش حابب وهو برضو مش حابب. طب نعمل ايه؟ قال لي يا عم تعالى نعمل اللي احنا يعني ايه عشان نمشي الموضوع. فعملنا ده. وبعدين واحنا بنقرا لهم الحاجه، فالحاجات اللي هم طالبينها بيقولوا عليها وحشه. يا جماعه ده انتوا اللي انتوا طالبين ده مش منطقي. ف انا هو اتصدمنا كده. وبعدين وظل الرئيس كان تقريبا اول تجربه مسلسل جد يعني اكشن لا انا هو كان ليه تجارب قبلها بس ما كانش اتنفذت. يعني انا كان ليه مسلسل كنت عامله وكان متصور بس لسه ما اتعرضش. اوكي. وكان قبلها صد رد. ده كان قبلها صد رد. لا كنا بنكتبه هو برضو الاول. وكنا مروحين هو في قمه النكد اللي هو اليوم اللي احنا سيبنا. بس صد رد كان كوميدي برضو. كان كوميدي. وكنا هو مروحين يعني فعلا منكدين جدا. فجات لنا بقى المسلسل ده. انا فاكر يا نهار ابيض. انت عارف مين انت كان جالك انت وشريف. ايوه. مين اللي صحاني من النوم على المسلسل ده؟ شريف. ايوه. فقال لي بقول لك ايه، في مسلسل كذا كذا انا واقف بيعمل كذا فمش فاضيين فتعالى انت وتامر. ايوه. فيا اخي الواحد بقى بيتكلم مع الناس ميتين كتير. يعني الله يرحمه. الله يرحمه. واصحابنا يعني. فتامر انا كان عندي بقى، انا كنت انا هو خارجين محبطين جدا من صد رد وداخلين في الاحباط التاني. انا رجعت البيت وانا مروح انا وهو في العربيه. قلت له بص البتاع ده لو ما عملش انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني. انا خلاص انا زهقت. وكان قبلها انا بقى كان لي احباط تاني ان انا كنت بعمل فاهيتا. فانا اعتذرت عن فاهيتا ان انا اعمل السيزون الثالث علشان المسلسلين دول. ايوه. فكل حاجه بقى عارف انت كله بيضيع. وهو قال لي خلاص انا برضو ونفس الحكايه وبتاع. فالمهم روحت قلت فعلا انا مش هشتغل تاني. الشغل مش هشتغلها. فرحت متصل برموم مقار كان هو المنتج. قلت له بص انتوا مش عاجبكم ده وانا لينا انا وتامر لينا وجهه نظر هنعملها ولو عجبتكم نكمل، ما عجبتكوش يبقى احنا مش مناسبين اصلا للعمل. فرحت اتصل بتامر قال لي انا مش هشتغل.
قلت له يا ابني يهديك يرضيك. قال لي لا 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 انا كرامتي لا تسمح ومش عارف. قلت له يا عم بس كرامتي بس اقعد بس وبتاع. قال لي لا خلاص انا مش هشتغل ده. مش عايز يجرب حتى تعملوا اللي انتم مقتنعين خالص. انا بالنسبه لي عشان دي شغلانتي يعني انا مش هشتغل تاني غير السيناريو. ايوه فاظن هو عشان هو بيعمل مليون حاجه فكان بالنسبه له انا مش هعمل دي، هعمل حاجه تانيه. ايوه فبعدها انا قعدت اشتغل. قلت له بص هشتغل واعملها ولو مشيت هنشتغل مع بعض. قال لي ماشي. خدني على قد عقلي. عملتها وبعتها وعجبته. يلا يا تامر. قال لي لا. قلت له يا ابني خلاص ده الشغلانه خلاص هتتعمل. فتامر قال لي بص، قال لي ده مجهودك. قال لي انا مستحيل اركب على مجهودك. قلت له يا ابني دي فرصه. قال لي لا. لو بعدين يبقى مستحيل يركب على مجهودك ليه؟ ما انتوا لسه هتكتبوا الحلقات. يعني عملت المعالجه يعني كانوا كاتبين اول 5 حلقات انا وهو. فانا عدت المعالجه وعدت اول 5 حلقات. فهو لما قراهم قال لي لا مش هعملها. قال لي لا. قال لي لا لا لا. قال لي ده بص طبعا انا كنت متغاظ منه ان هو مش هيشتغل وانا كنت خايف. خلي بالك لان انا اول مره اعمل مسلسل لوحدي كنت خايف جدا. فانا يعني تامر ده بالنسبه لي لو كان هو مثلا يعني صاحبي اللي بحبه قوي بقى مثل اعلى. فكره ان انت تجيلك فرصه زي دي واللي بيقول وصاحبك بيقول لك يلا يا ابني نعملها، فانت عشان انت راجل فنان وفاهم يعني ايه مجهود فني وعارف ان ده مش بتاع مش هينفع تركب عليه. قالك لا. وانا بقول له يا ابني انا راضي، انا يلا نعمل يلا نشتغل. تقول لي لا. فبص هو كان شايف ان انت خلاص عديت الصعب اصلا واللي باقي انت تعرف تعمله. انا كنت مبهور بتامر وفي ناس كنت متغاظ منه لان انت بتضيع منك فرصه. فهو ده تامر بالنسبه له ما دام قفل على الحاجه شكرا ولا يفرق معاه حتى لو معهوش في جيبه جنيه ولا يفرق معاه. فدي كانت حاجه فيه كبيره جدا جدا يعني. ايوه طبعا. كان عنده ايثكس عاليه قوي في الشغلانه جدا جدا. ف يعني اشتغلتوا على ايه تاني مع بعض؟ يعني بص طبعا احنا ورشه تامر شوقية. ورشه تامر شوقية كان بينا ايه اسمه ايه ده منافسه كده. يعني انا ما كنتش طايق وهو ما كنتش طايق. يعني انتوا عرفتوا في وقت تامر شوقية؟ يا راجل. بس انا دايما كنت متخيل ان انتوا عارفين بعض من قبل تامر شوقية. احنا نعرف بعض على القهوه. انا مشكلتي ان انا شخص انطوائي. بقعد على القهوه بس ما بكلمش غير مع الناس اللي اعرفهم. الناس اللي بيقعدوا على القهوه عارفين ان هم ممكن يكلموا مع اي حد. تامر كده يتكلم اي حد، بس انا اتكلم مع الناس اللي اعرفه بس. حتى لو احنا شله 20 واحد. فتامر كان بيقعد على القهوه معانا فنعرف بعض. فانا بالنسبه لي هو واحد مش مؤلف، لان هو فعلا بيعرف نفسه ان هو مش مؤلف. فلما بقيته كان جاي هو وتامر، هو وحماد وباسم كانوا بيكتبوا مع بعض حلقات. باسم شرف. فانا بالنسبه لي انت ايه اللي انت بتخش لنا ليه في الشغلانه بتاعتنا؟ احنا مؤلفين جاي تعمل ايه؟ بس هو بالتدريج بدا لا ده جامد، مؤلف جامد. هو انا بشوف ان هو سيناريست من غير ما يقصد، يعني هو سيناريست بالفطره. ايوه ده حقيقي. ما حاولش يبقى سيناريست. فالمهم هو انا كنت وقتها خارج كنت قافل شويه وكنت خارج من يعني ايه كان عندي كده موقف كده حصل ان انا مش عاوز يبقى لي اصحاب تاني فعلا. وانا هشتغل وخلاص. يعني كان حصل كده كام حاجه كده ورا بعضها كده كنت ضايقتني يعني. فهو تامر اقتحمني صاحبني يعني عارف انت اللي هو ايه يعني، لدرجه ان هو قال لي ايه بقول لك ايه انا ومروه مراتي هنجي لكم بكره ننزلكم في البيت. انا بالنسبه لي انت عاوز ايه؟ في البيت ليه؟ انا ما قلتلكش تيجي. انا بالنسبه لي ايه ده؟ اللي هو بيعزم نفسه. ايوه اقتحمني فعلا. فتامر هو اللي شد ايدي كده من فكره ان لا في صحاب وفي يلا نبقى اصحاب ويلا نعمل مش عارف ايه وبتاع. فده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي يعني عملها معايا يعني رجعني كده لمنطقه انسانيه اكتر. ايوه وهو فعلا كده. يعني تامر يعني برقاوي جدا. يعني اي حاجه يلا بينا. في مره عملت مصيبه ما اعرفش هينفع اقولها ولا لا. بص هقولها لو كده شيلوها في الموبايل. ايام الثوره انا دايما كنت ايه يلا ننزل نعمل اي مصيبه. فالمهم ايه كان في اسمه ايه ده اليوم بتاع حازم ابو اسماعيل. نزل هم هننزلوا في التحرير ويعملوا اليوم بتاعهم. قلت له هننزل. قال لي انت مجنون هننزل مظاهره حازم ابو اسماعيل؟ قلت له يا عم ده هنطلع افات حلوه وتعالى تعالى نضحك شويه. والله العظيم. قال لي طب يلا. هو كان باي حاجه يلا بينا. فالمهم نزلنا طبعا كنت بركب العربيه بعيد وعشان طبعا حصل تكسير نجري وناخد العربيه ونجري.
فنزلنا طبعا اول حاجه داخلين الموقف ده يعني حصل بيني وبين تامر ومحدش يعرفه، اول مره احكي في حياتي. فاول واحنا نازلين داخلين التحرير لقينا عيل صغير كده ماسك يقول لك ايه المحارب بجنيه، قناع المحارب بجنيه. فايه يا ابني قناع المحارب بجنيه ده؟ لقينا عارف انت القناع الميلاد اللي هي الكرتون الورق اللي بيبقى عليها كده، قناع حازم ابو اسماعيل معمول على قناع ورق كده وباستك والعين مفرغه، حاجه كريبي جدا شكلها مخيف جدا. فانا وتامر اشترينا 2 ده ذكرى يعني وبتاع مهرجان. فدخلنا البتاع ده وانا ماشي وتامر ماشي جنبي وبتاع مش واخد بالي، والناس بدات تبص لنا بصات غريبه. فببص يا تامر في ايه؟ ببص تامر لابس القناع وماشي. يعني الناس بتشتري كنوع من انواع بس مش هنلبسه. ايوه مش هنلبس قناع ابو اسماعيل واحنا ماشيين. فبداوا يحسوا ان احنا جايين نتريق عليهم. اوكي تامر اقلع بسرعه احنا هنتضرب. هو ما كانش في دماغه وعاوز يعمل افيه لان هو يلا نضحك. فطبعا بعد ما يعني بدأ اسحبه كده وبدا يقلع القناع وخرجنا بقى بره. بس انت بتقول في تامر شوقية كنتوا يعني كان في الاول منافسه. يعني انا مش فاكر، يعني انا فاكر ان انتوا كتبتوا حلقات كتير مع بعض قبل ما نبدا يعني انا بص انا مجنون شويه. يعني انا يعني انا شايف ان مهنه المؤلف دي مهنه مهمه جدا. ما ينفعش تعمل حاجه جنبها. انت مؤلف ما ينفعش تمثل وترقص وتعمل وتغني وتعمل ستاند اب. فاهم ازاي؟ فانا مثلا بتغاظ من الممثلين اللي هم لما يبقوا مش عارفين يمثلوا فيبقوا مؤلفين. ودي يعني ما شفناها كتير، انا بتغاظ جدا. انت لازم تبقى انت التاليف دي مهنه مهمه. فانا كنت بتغاظ من تامر من كده. فبالنسبه لي انت قاعد معانا ليه؟ قوم جاي تالف وقت فراغك. بالظبط. بس بعد كده بكتشف لا ده مؤلف كويس. وبدات بقى ايه ده بدا يوسع لي مداركي. يعني فكره ان هو هي اصلا هوايه. يعني التاليف اصلا كل المؤلفين دول هم هواه جايين من الهوايه. فليه ما يبقاش مثلا واحد كان مش في دماغه خالص التاليف بس هي الهوايه جواه ويلا يجرب، وكان بيجرب حاجات تانية قبلها فممكن يطلع كويس. من هنا بدات ابص على الحاجات دي. وبعد كده لما بدأنا نشتغل بقى مع بعض لا ده احنا انا وهو عارفين نشتغل مع بعض كويس. خصوصا ما بقول لك زي ما هو ده خدني كده اقتحمني كده واخدني. تفتكر الحاجات اللي عملتوها مع بعض تعرف تعدها؟ يعني انتوا تامر شوقية اكيد راجل وست ستات. راجل ستات. لا راجل وست ستات ما عملناش حاجه مع بعض. اوكي. يعني انا وقتها كنت بقفل الحلقات مع عمرو، فكنت بقفل حلقات معاه يعني. فاهم ازاي؟ عمرو نقعد نقفل معاه الحلقات بقى. ما عدناش نكتب مع بعض. بس بدأنا نكتب بقى في الاجزاء الجديده اللي بعدها. جوز ماما يمكن، ولا ما اشتغلتوش في جوز ماما؟ جوز ماما صح. ده انا قعدنا نكتب حاجات كتير جدا مع بعض. فاكر. جوز ماما صح. وايه تاني؟ عزوز اشتغل معايا في حلقات. صد رد اول 7 حلقات انا هو كاتبينهم الف الى الياء يعني مع بعض. ايه تاني؟ عملنا ورش سيناريو مع بعض. ورش تعليم سيناريو كوميكس. ايه تاني؟ عملنا ايه تاني مع بعض؟ عملنا في حاجات كتير عملناها وممكن ما اتعملتش. يعني مثلا فاهيتا. انا كنت حابوس رجلي عشان يشتغل معايا فيها، هو يقول لي لا. ليه طيب؟ ما اعرفش، كان اخد موقف يعني. بيقول لي انا مش عاجبني الجو ده. اوكي مش عاجبه النظام. يا ابني دي فلوسها كويسه، يا ابني تعالى كل سيزون. هقول له تعالى، يجي يقعد يحضر اول اجتماع مش هشتغل. يا ابني اقعد. غريب جدا. ما فيش. وبعدين يعني ما هو عرايس يعني. هو اشتغل معايا في عالم سمسم. كان جامد في الاغاني جدا. ده شاعر جامد قوي على فكره. كان رهيب. يعني اللي هو انا فاكر اكتر 2 كتبوا اغاني في عالم سمسم هو ورجاء. هو محمد رجاء اللي هو يجيب اللحن من تيمة معروفة يعني او كده ويقوم كاتب عليها. اصل هو كمان عنده ميزة ان هو متمكن في اللغة العربية جدا جدا، وبيقرا شعر كويس جدا وشاعر كويس جدا. فالحاجات دي بالنسبة له سهلة جدا. يعني مثلا انا لما بعطل يعني لما باجي مثلا اكتب حاجات فيها لغة عربية فصحى لازم ابعتها له الاول. ايوه يا نهار ابيض على الفيلم ده. في موقف حصل انا هو كاتبين فيلم سعودي. اوكي بص القصه دي لازم احكيها. انا جالي حد عرض عليا ان انا اكتب له فيلم سعودي. ف
تامر طبعا هو عشان هو مولود في السعوديه ومتربي حتى ثانويه عامه في السعوديه، فهو هو له روايه كان اسمها رخصه اقامه للمسلمين. روايه بديعه جدا، روايه في منتهى الجمال. فالمهم هو ده يا نهار ابيض عمال اخش افتكر قبلها انا وهو عملنا مسلسل عن مطرب سعودي اسمه طلال مداح. عارفه طبعا. كان حد تواصل معايا علشان اكتب المسلسل قصه حياته. فرحت متصل بتامر، قلت له تامر في كذا كذا، ما تيجي يلا بينا. قال لي ماشي. تامر وقتها انا كان انا المشروع كان انا اللي جاي لي انا، فقلت له بص انا ما بعرفش اكتب حوار سعودي، هو عاوز الراجل مصرنا سعودي. فانا هكتب المسلسل السيناريو وهكتب الحوار عادي المصري وانت حولوه سعودي. قال لي ماشي. فبدأنا نشتغل، عملت اول حلقه وبعتها له، والراجل بعت العربون واختفى تماما، ما فيش بقى. فانا كلمته قال لي بس انا ما عرفتش اخد حقوق حقوق انه ياخد اديني فلوسنا، اديني فلوس اللي انت بتقول لي لا معلش وبتاع مش عارف ايه، وانا برضه خسران وبتاع. الموضوع وقف عليا. بعدها الراجل ده نفسه اللي انا اتخانقت معاه رشح لي حد تاني سعودي اعمل له فيلم. فالراجل راح مكلمني قال لي هنعمل، طبعا عشان انا تامر انا كان لي فلوس، فقلت له بص نعمل الفيلم ده انا وانت هنعمله مع بعض بقى يعني. فقال لي ماشي. بدأنا نكتب مع بعض. اسمع القصه دي. القصه دي البطله بتاعتها ابوها هي عايشه في المدينه وابوها عايش في قريه، وبترجع بعد ما امها بتموت علشان تدفنها. هناك بتكتشف ان ابوها عنده في القريه ابوها عنده سرطان في الدم. فبدأنا نكتب بدايه الفيلم. فجاه تامر بدأ يحس بتعب، فبدأ يكشف مش عارف ايه وبتاع، وانا ونكتب الفيلم عن قصه ابوها اللي بدأ يكتشفه وكذا. فاحنا خلصنا المعالجه، فبص لقيت تامر بيقول لي تحليل اهي. فانا ليا واحد صاحبي دكتور، قلت له ابعتها لي انا اعرف رايه فيها ايه قبل ما تروح الدكتور بتاعي. فبعت التحاليل للدكتور صاحبي ده، لقيته بيقول لي ده عنده سرطان في الدم. انا بص يعني اللي هو تنحت، واحنا بنكتب عن حاجه زي كده في نفس اللحظه. فحسيت كده ايه ده، في حاجه مش، العالم كله في حاجه مش مظبوطه كلها على بعضها. فبقيت مش عارف اقول له ايه، المفروض انت اللي تبلغه. فاتاخرت عليه شويه، فقلت له بص تامر. قال لي انا عرفت، انا في حد برضه بعتها سأل حد تاني. قال لي خلاص انا عرفت الموضوع وهاخد بقى رحله العلاج. واحنا بنكتب عن فيلم في نفس الوقت ده في الفيلم ده، وهو بيكتب عادي معايا يعني. بص ده هو كان اخد رحله العلاج كتجربه كوميديه جبار. انا ما كنتش مصدق نفسي. انا قلت انا عمال اقول يا رب ده انا لو كنت مكانه انا مش عارف اتحمل ده. انا مش عارف اتحمل ازاي بيتعامل مع سرطان الدم ان هو عنده انفلونزا. ايوه حرفيا. وبنشتغل في الفيلم. انا فاكر كلمته وهو في العزل مره، كلمته انا المفروض اقعد نقفي هو نص ساعه عمال افيهات ايوه على الناس اللي معاه في العنبر. ايوه النوع والنماذج اللي بيقابلها في المستشفى. يعني قعدنا يعني انا كل مكالمه نقعد نكتب الفيلم شويه، كانوا بنكتبه اونلاين برضه، ونقعد نضحك بقى على السرطان. يعني ما طلعنا كميه كان عنده مشروع يعني انا فاكر قال لي انه عنده مشروع، مش فاكر بقى مسلسل ولا فيلم عن تجربه رحله العلاج بالظبط. طلعها هو وهو بعد خلصنا الفيلم. فده مثلا الفيلم ده كتبناه مع بعض والفيلم وقف ما اعرفش ليه، من الفيلم انا شايف فيلم حلو. يعني هو كمان كان حاطط فيه مشاعره يعني. بس يعني الجال الانتاجيه اختفت كده ما اعرفش. ما انا اديتنا فلوسنا كامله مخلصه يعني. بس الفيلم ما اعرفش ليه وقف ليه عند النقطه دي. ده مثلا ده عملناه مع بعض. يعني عملنا هو مع بعض حاجات كتير ممكن تكون مش اتعملت، ما اتنفذتش بس عشان كده بقول لك انا بحاول افتكر، لان انا هو طول الوقت مع بعض. فببقى مش قادر افتكر ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش وكده يعني. وفي حاجات انا بحس ان انا كنت عاملها انا وهو، واكتشفت ان انا عاملها لوحدي. لانك بتاخد رايه اكيد في الحاجه. ايوه بالظبط كده. ما هو يعني بيبقى في مرحله كده في العلاقات بين السيناريستات الاصحاب، اللي هو احنا بندردش في شغل بعض واللي هو فعلا انت ممكن تفتكر ان انت كتبته مع فلان او كده وانت لا هو بتاعك لوحدك. هو كان قال لك رايه مثلا. بالظبط. فالله يرحمه تامر كان جزء من حياتي يعني مهم. وفي حاجات انا بقى بقيت يعني ايه مش هعرف اعملها تاني بسببه.
يعني مثلا يجي لي انا هو كنا ذاكره الافيهات في مصر، لان انا عملنا كل ورش السيت كوم انا وانا يعني بنمتلك ذاكره كويسه يعني، فاحنا بنبقى عارفين كل واحد قال افيه امتى ومين وعمله امتى، مين اللي قال الافيه ده، مين اللي قال الافيه ده. فبنقعد انا هو بتصل بيه فاكر افيه مش عارف ايه فكذا كذا وفاكر الموقف حصل ايه وبنقعد نضحك. ففي الحاجات دي مش عارف ما فيش حد تاني ممكن عنده ده، او هو اكلمه اقول له حصل كذا كذا فاكر مش عارف ايه، ما فيش بقى. لان في ذكريات كتيره منتشره مشتركه بيني وبينه انا وهو ومحدش معانا فيها في الشغلانه بقى في بتاع. يعني مثلا عارف الافيه بتاع احمد مكي اللي كان مسك قاعد لازمه في لسانه على طول بسلطاته ببابا غنوج وبتاع، ده تامر عبد الحميد يا راجل. والله العظيم ده تامر هو اللي كاتبه. يعني تامر كاتبه في يعني كاتبه وانا قاعد معاه. ايوه في الحلقه. فبقى هو الافيه بتاع بقى رانينج جاج بتاع الشخصيه القرن اصلا بتاع الفتره بتاعت احمد مكي كلها. ايوه فده تامر هو اللي عاملها. لا هو كان له، انا فاكر مش هو برضو اللي قال شيء لا الهي كده؟ ايوه بالظبط كده، كان سواق تاكسي كان معاه. ايوه قال لك شيء لا الهي كده خلاني احود مش لان هو كان بيخوض مغامرات عجيبه الشكل وبيقابل مع ناس في اي مش عارف ايه كده، يعني يخش في اي مشاريع اي حاجه، في حد عاوز يعمل مشروع مش عارف ايه يلا بينا. فكان بيبقى عنده مخزون من وبيتهيألي هو احساسه انه في ان شغلانه الكتابه دي شغلانه دايما مؤقته بالنسبه له، او لحد ما اعرف اعمل اللي انا نفسي اعمله، كانت بتخليه متصالح مع النتائج المحبطه. ايوه يعني انا فاكر ان الحاجات بتطلع مش حلوه يا جماعه، مش ده اللي كان في بالنا ولا ده اللي كان نفسنا فيه بتاع، وهو عادي جميل والله جميل يعني وحلو ومبسوط متصالح مع ايوه الموضوع جدا مش فارق معاه. الله يرحمه. مظبوط كده هو كاتب طبعا قابلكم الحلقه الجايه في السادس. خلصنا دين الحلقات خلصت. نشوفكم يا جماعه في السيزون الثالث. نشوفك يبقى يتف علينا. اشوفك يا حبيبي باذن الله معايا في السيزون اللي جاي.